اوكي بريب 1 وهنشتغل مع بعض الانفورمال ايميل. الايميل غير ايه؟ رسمي. غير رسمي ده يبقى انا هبعته لمديري في الشغل ولا لصديق او قريب؟ صح؟ طيب في اساسيات في كتابه الانفورمال ايميل يا زياد. ايه الاساسيات دي؟ ركزي هنا معايا. اول حاجه انتوا المفروض عدى عليكم السنه اللي فاتت، بس ممكن يبقى حد سكابه لما كنتوا شغالين معايا، يعني عداه. في حاجات هتفتكروها وفي حاجات لا. اول حاجه عندي الاساسي كلمه فروم دي بكتب فيها لازم تكتب لي ايميل. ايميل لازم الاقي فيه @كذا.com. ما تكتبليش اسم شخص بس، سيبكم من اللي يبقى مكتوب لكم عندكم في الدرس. انت لما بتيجي تكتب هو بيديك كل المعلومات دي في القطعه اللي بيكتب لك فيها، وانت بعد كده بتطبق الايه؟ الكلام ده. خلاص؟ 2 الايميل بتاع الشخص اللي انا بعمل له ايه؟ ببعت له ولا برسل له ولا بعمل له ايه؟ ببعت له او برسل له، وبرده لازم فيها @كذا.com. سبجكت ده اللي هو الايه؟ العنوان او الموضوع بتاعي اللي انا هتكلم عنه. ايه الموضوع اللي انا هتكلم عنه؟ هو بيقول لك تو توك اباوت كذا. بعد كلمه اباوت هو بيقول لك يا زيد انت هو بيكلمك في ايه؟ بعد كلمه اباوت بيقول لك الموضوع اللي انت ايه؟ هتتكلم فيه. بعد كلمه اباوت بيقول لك الموضوع اللي انت ايه؟ عينك هنا. خلاص؟ ببدا الايميل بتاعي بكلمه هاي، هلو، دير، هاي. يبقى هاي، هلو او دير. ببدا الايميل بتاعي بايه؟ بهاي او هلو او ايه؟ او دير. واسم الشخص اللي ايه؟ برسله. بكتب اسمه سمول ولا كابيتال؟ كابيتال. ركزوا في الحاجات دي عشان هتحاسبوا عليها كعلامات ترقيم. ببدا الايميل بتاعي لا اما بهاي لا اما هلو لا اما ايه؟ دير واسم الشخص اللي ببعت له. فاحنا بنستسهل وبنكتب ايه؟ هاي. خلاص؟ هبدا بقى الباراجراف بتاعي هنا، لا اما اكتب له hope you and your family are fine. اتمنى ان انت وعيلتك تبقوا كويسين. ما كتبتش هنا اي. الايميل انفورمال مش بستخدم فيه اي كتير في المقدمه بتاعته عشان تبقى اللغه ايه؟ قريبه. يعني ازيك وعامل ايه؟ مش انا بطمن عليك لا، ازيك وعامل ايه؟ زي ما بتكلم صحابك كده. ممكن تبدا لي بهاو ار يو، عامل ايه؟ ممكن تبدا لي hope you are fine، اتمنى انت بقى ايه؟ كويس. خلاص؟ very happy to send you this email. انا مبسوط قوي ان انا ببعت لك الايه؟ الايميل ده. طبعا الحاجات دي لازم تتحفظ، دي فيها حفظ. الحاجات دي لازم تتحفظ. تختار واحده من دول وتبدا بيها. فانا حبيت ابدا بايه؟ how are you hope you and your family are ايه؟ fine. هبدا اتكلم بقى عن الموضوع اللي انا بتكلم عنه زي ما بتكتبوا الباراجراف بالظبط بتاعكم. خدوا بالكم في وسط استخدامي للجمل انا بستخدم معاها اختصارات اللي انا لسه محفظاكم الجدول بتاعها LOL V BTW اللي هي باي ذا واي يعني بالمناسبه. بعد كده see you اهي. ثانكس اللي هي بكتب ثانك واحط بدل الاس احط ايه؟ اكس وهكذا. بنهي الباراجراف بسؤال عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه. يعني مثلا لو انا كلمته عن الهوليداي بتاعتي هقول له في الاخر ايه؟ So what did you do on your holiday؟ انت عملت ايه في الاجازه بتاعتك؟ او ممكن اقول له tell me، بلاش سؤال، ممكن اقول له tell me what did you do in your holiday؟ اخبرني ما الذي فعلته في، بس برضه سؤال. خلاص؟ وبنهي تحت بايه؟ TTYL او yours او write back soon او see you later. خلاص؟ دول بنهي ايه؟ بيهم. طب انا عشان اختصر معاك الكلام ده واديك حاجات تثبت معاك بس لازم تحفظوها. ممكن تجي لك في التشويسز، ممكن يقول لك we end unformal email by كذا، فانت تقول تختار واحده من دول. TTYL واسم الشخص اللي بايه؟ بيرسل. طب ركز كده معايا اسهل لك الدنيا. هتبدا الايميل بهاي واسم الشخص اللي ايه؟ بترسل له. هتنهي الايميل يا محمد بTTYL واللي هي اكسكليميشن مارك اللي هي علامه التعجب واسم الشخص اللي ايه؟ بيرسل. وقلنا اسم الشخص اللي برسله واللي بيرسل بكتبه ايه؟ كابيتال ولا سمول؟ كابيتال. ببدا الايميل بتاعي بايه؟ hope you and your family are fine. بتكلم بستخدم الفي بتاعت فيري، بستخدم اللول، بستخدم BTW اللي هي الاختصارات في الايه؟ في الايميل بتاعي. وبنهي بسؤال